تشيكن اورانج صوص، وصفة صينية هايلة بنينة وتوجد في 10 دقائق. يلا نتبعوا للآخر ونشوفوا تفاصيل وطريقة طبخها. عندي هذا دجاج مقطع، شوفوا كيفاش راني مقطعاته. هذا الدجاج مقطعاته كيما هكا قطع صغيرة، والقطع نتوما اللي تحبوهم صغار كيما هكا ولا شويه كبار. عندي لهنايا هذا بيضتين، زوج بيضتين ودرت البياض تاعها لهنايا. عندي صويا صوص، عندي هذه نشا، عندي غارليك باودر، عندي فلفل اكحل، وعندي الفلفل البارد اللي هو تشيلي باودر. هذم لي زيبيس رايحه ندير منهم ملعقه صغيره، لكن هذا النشا راني ندير منه قدر ما نحتاج لهنايا. ودوك تشوفوا القوام اللي نوصلوا فيه لهنايا تاع النشا مع الدجاج. لهنايا رايحه ندير ملعقه كبيره تاع صويا صوص، ورايحه ندير هذا بياض البيض لهنايا الداخل. وكيف قلت لكم لي زيبيس هذم رايحه ندير منهم ملعقه صغيره. الملح ما نديروش الملح لانها الصويا صوص راهي مالحه، ما تستعملوش الملح هنايا في الوصفه هذه. غارليك باودر بودره الثوم، شيلي باودر اللي هو فلفل بارد، تحبوه حار ولا تحبوه الحلو ديروا ملعقه صغيره. فلفل اكحل ملعقه صغيره تاع فلفل اسود. هذه الأكلة اللي رايحة نديرها لكم تشيكن أورانج صوص، راهي ما تتكلش بالخبز ولا بالرغيف ولا بالخميرة. هذه الأكلة راهي تتكل يرافقها معها الأرز اللي هو الروز، ولا تاكلوها وحدها. ورايحة نزيد النشا لهنايا لداخل، ورايحين نزيدوا لها شويه ماء، يعني قدر ملعقه صغيره تاع ماء لداخل باش يغير النشا وهذا الدجاج يمشي معنا مع الماء. وزيدوا لها ملعقه اخرى يعني 2 ملاعق. يعني هذه الوصفه راكم ما تقدروش تعوضوا النشا بالدقيق ولا بالبقسماط الخبز المرحي، هذه الوصفه الا بالنشا تجي. درك راني حطيت الدجاج تاعي يتقلالي، ودرك شويه هكا نشوفوه ونبدا نقلب فيه. الاول هو نخلص نقلبو يطيب لي شويه ونحيه. ودرك راني نقلب في الدجاج نتاعي. درك الدجاج تاعي راهو طاب شويه مليح، رايحه نحيه ونحطو في صفايه هذه يريح لمدة 5 دقائق، يبرد برك شوية. شوفوا هذه الكمية اللي درتها الاولاني نحيتها، دركا راهي بردت، رايحة نرجع نقليها المرة الثانية. دركا رايحه نكمل نزيد نقلي هذه لهنايا لداخل، نحطها تتقلى المره الثانيه ونحمرهم مليح. وما تنساوش تقلبوا الدجاج تاعكم، شوفوا كي تغير اللون تاعو كي درنا له المره الثانيه. هذه اللي راني نهضر لكم عليها. والخطوات هذم لازم ديروهم باش تتحصلوا على اكله طيبه وشهيه وتحبوها كيف اللي تاكلوها في المطاعم بالضبط. وشوفوا القرمشه لازم تسمعوها لهنايا، كي ديروا له هكا تعرفوه باللي راهو مقرمش. دركا عندي لهنايا هذا عصير برتقاله وهذا لو زيست تاع البرتقال، رايحه نحطهم لهنايا. نحتاجو صويا صوص، شوفوا قد واش درت صويا صوص. نحتاجو هذا العصير نحطوه لداخل، نحتاجو هذا لو زيست نحطوه لداخل، نحتاجو ملعقه صغيره تاع سكر نحطوها لداخل، ونحتاجو ملعقه صغيره تاع زنجبيل. واللي عنده زنجبيل الفريش يستعمل ملعقه صغيره تاع زنجبيل، انا ماهوش متوفر عندي هذا البودر. ونحتاج ملعقه صغيره تاع شيلي فليكس،
وعندي ملعقة صغيرة تاع فلفل اسود، وعندي هذه ملعقة صغيرة تاع نشا درتها لهنايا، ورايحة ندير لها شوية ماء باش يذوب لي هذا النشا برك. رايحة نحرك النشا هكا باش يذوب في الماء مليح. ودركا شعلت على المقله تاعي، والمقله تاعي راهي سخونه، رايحه نكبلها الخليط هذا تاع صويا صوص اللي درناه نديرو لداخل، ونحط الدجاج لهنايا هذا نتاعي القطع اللي درتهم باش هو يغلي هذا لاصوص. شوفوا كيفاش تغلي، ونزيد لها هذه الكميه تاع الخل قدر 2 ملاعق نديرهم لهنايا لداخل. دركا كيف راكم تشوفوا الخليط تاعي راهو يغلي، ورايحه نزيد له هذا النشا والماء اللي خلطته لهنايا، رايحه نديرو لداخل ونحرك الخليط تاعي كيما هكا. شوفوا كي بدا يعقد الخليط تاعي يخثر، رايحه ندير له هذا الدجاج نتاعي لداخل ونخلطه مع الخليط كامل يتخلط كيما هكا، ونطفي النار ونقعد نخلط في الدجاج مع الخليط هنايا كيف راكم تشوفوا فيا في الصوره كيفاش راني ندير فيه. ولا ديروا كميه ياسر كثر من هكا، دوبلوا المقادير. وشوفوا لاصوص تاعي الدجاج تاعي راهو وجد. دركا نروحوا للتقديم نتاعو، وزينوها بالجلجلانيه، ولا تحبوا تخلوها ما تزين ديروش الجلجلانيه فيها، ما ديروش نتوما والذوق نتاعكم. ولهنايا الوصفه تاعي راهي خلاص. وشوفوا هذاك الطبق الجميل كيفاش هايل، وترافقوا معاها كيف قلت لكم الارز ولا تاكلوها وحدها. وما تنساوش ديروا لايك كومنت دقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا سبسكرايب. يلا سلام.